كما وعدتكم جيتكم اليوم بغريبة الحمص بأسرارها الكل باش تنشح لكم من أول مرة. تبعوا الفيديو لحظة بلحظة. وكما العادة نغربلوا لي زانغريديون تاعنا الكل. غربلة الحمص، الفارينة، النشا، سكر المحور، وحطيت الجلجلين وخلطت بالكدا، ومن بعد زدت بفريوة محمرة ومرحية، وباش نلم كما العادة بزيت الزيتون. تلقاو الكميات الكل مكتوبين تحت الفيديو. زيت الزيتونة خذيت مني 550 مليلتر بالضبط، ما تزيدوش، راهي تكون هكا مفرفرة، اما كي تنزلوا عليها بيديكم تتشكل لكم بودا. ومن بعد عديتها على الرحام تاع اللحم، عديتها مرة بركة خاطر قارت زيتها، انتم تنجموا تعملوها بالعجينة ولا بيديكم حتى لين تقر زيت. نصبتوها في شقالة، ومن بعد ناخذوا الكمية اللي باش نخدموا بها نسخنوها ما بين يدينا ونحلوها بالسياسة بتراتشي صوابعنا. وانا باش نعمل زوز اشكال، شكل المقروضة وشكل الغريبة المتعارف عليها الطويلة. بالطريقة هذية حطيت هكا طرف جرجلين ولوز من فوق، ومن بعد قسيتهم ابراج وباش نحطهم في البلاتو متاعي. الفور ديجا سخنته على 140 درجة من فوق ومن اللوطة، وكان تعرفوا فوركم سخون تنجموا تحطوا اقل خاطر راهي الغريبة تحب تجيب سلة في عقلها. وبالنسبة للحمص انا خذيت النوع المتوسط، كي تمشيو للطاحونة فما 3 انواع، فاتح ومتوسط وغامق، انتم تاخذوا اللي تحبوا عليه. انا حبيته متوسط يبدا ابن ولونه يبدا مزيان. نجيبوا البلاتو اللي فيه بابي كويسون، نرصفوا كعبة الغريبة نتاعنا بالطريقة هذية. وراهو سر نجاح الغريبة يكون في نوعية الحمص وزيت في الزيت. ردوا بالكم تكثروا من الزيت، راهي تبدا من الاول تظهر لكم شايحة، اما راهي من بعد تقر زيتها. ندخلوا البلاتو الثاني يطيب كيف العادة، نخليهم يبردوا ونرصفوهم في حكوك الشامية نتاعنا بعد ما يبردوا كومبليتمون. انا بالنسبة لي غريبة الحمص من ابن الحلويات التونسية، نموت عليها، تعجبني برشا خاصة مع قهيوة. ديما تسألوني على الطياب، راهو كان عندكم الفور اللي بالغاز اللي يشعل من اللوطة، تحطوا البلاتو نتاعكم من فوق بالكل على نار ضعيفة، وديما عينكم عليه، راهو الطيب تعمل الكيف غريبة الحمص حتى في فور الغاز.